السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. جماهير الزمالك تهاجم زيزو وتطالبه بالرحيل عقب الهزيمة المؤلمة من مودرن سبورت. هاجمت جماهير القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الهزيمة المؤلمة أمام مودرن سبورت في المباراة التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري. ورددت جماهير الزمالك هتافات ضد أحمد سيد زيزو تطالبه بالرحيل بسبب عدم تركيزه في الملاعب بسبب أزمة التجديد وكواليس ما حدث خلال الساعات الماضية مع مجلس إدارة نادي الزمالك. كما هاجمت بعض الجماهير زيزو مشددين له على أن الزمالك هو الذي صنع اسمه ونجوميته وعليه رد الجميل. وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهزيمة المؤلمة بهدف دون رد أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة الدولي. كما هتفت جماهير القلعة البيضاء المتواجدة في ملعب استاد القاهرة الدولي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بسبب التأخير في التعاقد مع صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق وعدم دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة والتجديد للاعبين التي أوشكت عقودهم على الانتهاء وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو. ورددت جماهير الزمالك هتاف حسين يا لبيب صح النوم، شهر يناير خلاص هيروح. توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في المركز الثالث من 9 مباريات تحت قيادة السويسري كريستيان جروس. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة المسلوسي أمام مودرن سبورت. كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المسلوسي مدافع الفريق خلال مباراة اليوم أمس أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. وقال محمد أسامة إن حمزة المسلوسي تعرض للإصابة في الركبة وسيخضع اللاعب للأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي لحمزة المسلوسي. وكان المسلوسي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك ومودرن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا منه. وناشدت جماهير نادي الزمالك مجلس الإدارة بسرعة التجديد للاعبين اللي متأخرين عقودهم وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، حيث أن اللاعب يفكر الآن في التجديد وفي العائد المادي الذي سيعود له وعدم التركيز في المباريات داخل الملعب مما أدى إلى هزيمة الفريق بهدف دون رد. وتناشد الجماهير أيضا مجلس الإدارة بدفع مستحقات اللاعبين المتأخرة حتى يكون اللاعيبة مركزة في الملعب بشكل كويس جدا. طبعا دي كانت أخبارنا النهاردة عن إصابة حمزة المسلوسي وعن هتاف الجماهير ضد أحمد سيد زيزو اللي هو مش مركز في ملعب آخر المباريات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وشير علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي وعن الدوري المصري. ونشوف رد فعل ناري من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت. وجه الإعلامي الكبير إبراهيم فايق رسالة لجمهور نادي الزمالك بعد الخسارة أمام مودرن سبورت بهدف دون رد في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. وكتب إبراهيم فايق في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: خسارة الزمالك قد تكون غير مقبولة بالنسبة للجمهور، بس هي في الحقيقة واقعية في ظل تغييرات جروس وفي ظل الأداء الفني. وأضاف إبراهيم فايق: مشكلة الزمالك الأساسية كانت وما زالت في قلة العناصر وغياب التدعيم بصفقات حقيقية ومحطوطة فيها الإدارة. غرامات بملايين تم دفعها، مستحقات متأخرة
ملف تجديدات بالجملة وعلى رأسها زيزو. وأتم إبراهيم فايق مع تعاطفي معها، هي مطالبة بحل كل الأمور دي لأنه إحقاقا للحق جمهور الزمالك بيساند بلا أي شروط، وحلول أزمات الزمالك مرتبطة بسيولة مادية من ناحية، وعين تختار عناصر مميزة 3 أو 4 صفقات على أعلى مستوى قبل نهاية القيد. وحقق الفريق القروي بنادي مودرن سبورت ثمينا على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي انتهت منذ أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. نادي مودرن سبورت ما فازش غير في 3 مباريات، ما فازش غير مباراة الوحيدة أمام نادي الزمالك، كان بينافس على الهبوط وما سجلش غير 3 أهداف فقط في مسابقة الدوري، يعني أخذ 3 نقاط من فم الأسد. لعب مباراة وحقق الهدف وفاز على نادي الزمالك في استاد القاهرة.